ازيكم يا اصحابي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده يا جماعه جايبين شويه تحديثات في عيد الحب، حرفيا لسه يعتبر نازله النهارده بتاريخ 8/2. بس كمل معايا الفيديو للاخر ده ضروري علشان هتعرف تسريبات وحاجات جامده جدا جدا نازله في عيد الحب اللي جاي ده. قبل ما نقول التسريبات دي يا جماعه، اشترك في القناه وفعل زر الجرس وتابع فيديوهاتي. وعايز اقول لكم سريعا ان انا عامل جيف اواي على 2000 روبوكس، تمام؟ واي فاكهه بيرم انت تختارها. وشروط الجيف اواي ده يا جماعه سهله جدا. اول شرط انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتتابع فيديوهاتي. تاني شرط انت تكتب لي اسمك في الكومنتات في لعبه روبلوكس، عشان لو انت كسبت اقدر اتواصل معاك وابعت لك الجائزه بتاعتك سواء كانت روبوكس او فاكهه بيرم. حاجه كمان عايز اقول عليها ودي مش من شروط الجيف اواي، ان سيرفر ديسكورد بتاعي اسفل الفيديو. خش سيرفر ديسكورد ده علشان هيبقى عليه جيف اويات خاصه. حرفيا احنا بنساعد بعض، بنتكلم مع بعض، بنعمل رياضات مع بعض. حرفيا احنا كوميونتي في بعض، بنساعد بعض في روبلوكس وبالاخص بلوكس فرو. فيلا بينا اقول لكم على التحديثات اللي انا شفتها دي علشان ما اطولش عليها. فاكرين التحديث بتاع الكنترول لما كان نزل مجله ليها؟ دلوقتي نزل مجله اتكلم عن عيد الحب وايه الحاجات اللي هتحصل في عيد الحب، وانها ان هيكون في ميوتيشن جديد نزل لفاكهه اليتي. ومن الحاجات اللي هتكون جوه اللعبه بقى ان انت هتقعد تجمع في قلوب. الاغلب ان هي هتكون عامله زي الايفنت اللي فات، ان انت كنت بتجمع كاندي وبتفتح بيهم فاكهه. بس الموضوع اعتقد هيكون مختلف شويه، القلوب هتيجي بطريقه مختلفه شويه. سمعت ان هي هتكون عن صيد وحوش مثلا او الحاجات دي كلها. وبرده من ضمن الحاجات الجامده جدا اللي انا قراتها في المجله ان في جزيره السلحفاء هيكون في وحش ضخم هناك وليه علاقه بعيد الحب. وده تقريبا الوحش اللي احنا هنجمع منه القلوب والحاجات دي يعني. فتعالى بينا يلا نروح عند المجله ونقرا في المجله. بالمناسبه ازوف هو اللي منزل اللينك بتاع المجله دي، وممكن اسيب لك اللينك بتاعها اسفل الفيديو لو انت عايز تروح تقرا فيها بنفسك. بس عموما احنا نقراها مع بعض. وهي دي المجله يا جماعه، ممكن اسيب لك اللينك بتاعها اسفل الفيديو، تمام؟ دي مجلة يعتبر زي ما انتم شايفين شبه المجلة بتاعة التحديث بتاع فاكهة كنترول. يلا بينا نقرأ كده ونشوف الدنيا فيها ايه. بيقول لك ورد وشوكولاتة وحب من كل الناحية. طبعا هنا بيتكلم عن الحب بشكل عام. طبعا يا جماعة اللي انا هتكلم فيه في المجلة دي ملوش اي علاقة بالدين بتاعنا، لان عيد الحب ملوش اي علاقة بالدين بتاعنا. احنا عارفين الدين بتاعنا عيد الفطر والاضحى بس، فده عيد مش في ديننا. بس انا بتكلم في حاجة تخص اللعبة، ماليش دعوة بالعيد ده، تمام؟ فزي ما انتم شايفين روسي دي كانت حكت قصة كده في الأول ما بينها وبين صديق ليها، تمام؟ وبتقول إن هي مسؤولة عن جمع الهدايا في كل ساعة. يعني أعتقد في هدية هتترسبن زي الإيفنت اللي فات بالظبط، إن أنت هتاخد هدية في الماب ده أيا كان إيه الهدية زي الإيفنت اللي فات بالظبط. فاكهة مثلا هتترسبن لك تاخدها، الحاجات دي كلها يعني. فبتشرح يعني إيه، بتشرح بطريقة ليها علاقة بالمشاعر والحاجات دي يعني. وده يا جماعة الوحش اللي هيطلع في جزيرة السلحفاء، وهو بيشرح هنا إن ده الوحش ده هيترسبن في جزيرة السلحفاة، وده هتجمّع منه حاجات ليها علاقة عيد الحب. تقريبًا ده ممكن تجمّع منه قلوب، تفتح بيه فواكه، تاخد بيه هدايا، الحاجات دي كلّها يعني. فأنا باقول لك شرح مختصر للصفحة دي كلّها، تمام؟ وده بيقول لك إن هيبقى في competition في 2026، إن هم عايزين يجمّعوا ideas، إن هم عايزين يجمّعوا أفكار مثلًا لتصاميم فواكه جديدة، أفكار لقوة مثلًا معيّنة لفواكه جديدة. وطبعًا بيقول لك اللي عنده فكرة معيّنة أو حاجة معيّنة ممكن تتضاف في اللعبة يتواصل معاهم على الDiscord ويبعت لهم الفكرة المعيّنة دي، تمام؟ فحرفيًا أنا شايف إن لمّا يكون في متابعين أو في ناس كتير تخش تبعت لهم على أفكار جديدة، فهيبقى في توسُّعات كبيرة جدًا في الأفكار. وطبعًا اللعبة اللي هتختار على مزاجها طبعًا إذا كانت الفكرة دي كويسة أو دي مش كويسة. ممكن مثلًا يعملوا vote على الحاجات دي. فلمّا تكون اللعبة مثلًا متوقفة على كذا شخص هو اللي يدير اللعبة كلها بالأفكار اللي فيها بالحاجات دي كلها، فأعتقد أفكارهم هتطلع. يمكن لو فتحوا عينيهم شوية إن في أشخاص تانية مثلًا عندهم أفكار تانية ويستقبلوا الحاجات دي مننا، فيكون في أفكار أكتر وحاجات أكتر في اللعبة. فأنا شايف إن الموضوع ده هيفرق معاهم جامد جدًا. فيا جماعة هي دي المجلة اللي نزلت، وحرفيًا الواحد متحمس جدًا، 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 جدًا. وكمان بيقول لك إن هيبقى في mutation جديد لفاكهة اليتي، وإحنا عارفين كلنا مستنيين الإيفنت بتاع عيد الحب في بلوكس فروت بأي طريقة. فبس كده يا جماعة الفيديو خلص، يعني أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وإن شاء الله إحنا كلنا متحمسين للإيفنت ده، ونطلع كلنا بيه مستفيدين بإذن الله. وبس لو عجبك الفيديو والأخبار اللي أنا بانزلها والحاجات دي كلها، اشترك في القناة وفعل زر الجرس وتابع فيديوهاتي عشان ما يفوتكش الحاجات اللي أنا بانزّلها والأخبار عن بلوكس فروت. وأنا بانزل أخبار عن روبلوكس عمومًا، بس بالأخص بلوكس فروت لإن دي الماب اللي إحنا مركّزين عليها حتى في الديسك. وبس لو أنت وصلت لحد النقطة دي في الفيديو اكتب لي بيندو 50 في الكومنت، وفرصة إن أنت تكسب في الgiveaway بتاعة ال2000 روبوكس هتكون فرصة أكبر من غيرك بكتير، وفاكهة البرم برضه. وأشوفكم على خير، ويالّا يا جماعة مع السلامة.